للاسف منتخب سيء. التعادل النهارده برغم ان الامارات لعبت بالامكانيات المحترمه اللي عندها، انت الفرصه النهارده اللي ضيعتها منك الكويت، كنت المفروض تكسب وضيعتها. تاني مباراة على التوالي بتضيعها برضه، بترجع تتأخر وبتلعب خايف وبحذر ودفاعي. على ايه انت بتدافع؟ يعني مش فاهم. انا عايز بقى الناس تعالوا لي، انا عايز بقى تعالوا لي بتوع الماتش اللي فات، ان المنتخب ده اقوى من منتخب كابتن حسام حسن والهبد اللي قاعد يتهري كتير. انتوا والله العظيم عمركم ما لمستوا الكورة في الملعب، عشان فعلا ما بتعرفوش تميزوا بين ان ده منتخب. مش عايز اتكلم كلمة مش حلوة، بس انت خلاص كان دلوقتي الاردن هيوريكوا درس في الكورة الماتش الجاي. انت ما تحلمش وقت تتخيل ان انت هتعمل حاجة مع الاردن. انت ولا خط هجوم. مروان محمد انا هشفع له، برغم انا كنت طالع اتكلم عنه، الهدف اللي جابه ده بدعوة كل مصر. كل مصر كان بيدعي. الناس اللي في المدرجات اللي جاية لحد التاني مباراة ليك وبتهزرك في المباراة وانت ما قدمتش اي حاجة، ولا اي حاجة في الملعب ولا اي شيء والله. انا مش عارف بامانه، انا مش عارف اتكلم. كل ما اتكلم حد يا جماعه ده المنتخب، برغم ان هو ظلم لعيبه كتير ضمهم افضل من دول مليون مره. مليون مره. انت دفاع سيء، خط نص سيء، على احترامي ليهم طبعا. خط هجومك مفيش. يمكن اسلام عيسى يعني، اسلام عيسى يعني. يا كابتن حلمي اللي طلعتوا التلاته يا كابتن حسام، انت مفيش فنان يا كابتن حلمي. انا ما اعرفش انت ازاي جيت دربت. انت بتدرب اللعيبه على اساس ايه؟ انت بتعلمهم ايه؟ انت بتقول لهم ايه؟ ما انت اكيد اتفرجت على ماتش الاردن الاول. انت عملت ايه؟ انت اوعى تحلم وخيالك ياخدك انك انت هتساوي شيء مع الاردن. الماتش الجاي الاردن بتلعب بفول تيم، اللي لعب تصفيات كاس العالم، اللي لعب النهائي كاس اسيا، اللي مش عارف اقول. الاردن متكامله، هتنزل مش هتهزر، هتنزل مش هتفوت الكلام ده، ومش هينزل يهزر معاك. وهو دي حدودك وهي دي امكانياتك. انت مفيش واقف على مفيش. انت حرمت حتى شوف بتهند مع محمد شريف، برغم ان هو اعتذر لك، برغم ان هو طلع قال لك انا كنت قادر اكمل يا كابتن. يعني ما طلعش شوح لك ولا طلع عمل ولا سين ولا صاد. مش لازم ناخد اللقطه. بناخد اللقطه على ايه؟ انت قعدت عايز تعمل نفسك جامد. طب يلا، ما انت هتروح على الماتش الجاي يا جامد. يلا طلعت بتتريق على الكابتن حسام اللي ولا كاريزما ولا مدرب ولا انت عملت ايه؟ انت خسران لحد الدقيقة 80 ومش هين عليك حتى تغير، تعمل حتى قاعد باتنين فراودة.